السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. آخر التصريحات لوزير التربية والتعليم دكتور طارق شوقي بالنسبة للصف الثالث الثانوي. دكتور طارق شوقي طلع في بث مباشر أو مؤتمر صحفي مباشر عشان يقول ويبلغ فيه آخر التصريحات والقرارات المتخذة تجاه الصف الثالث الثانوي. كان أهم هذه القرارات اللي احنا قلناها قبل كده في فيديوهات مسبقة، وقلنا قبل كده ان المواد المضافة هيتم الاعلان عن الغائها، ويتم اعلان عن انها مش هيكون ليها امتحان، وهتكون متشالة خالص من جدول الامتحانات. ده فعلا تم تحقيقه. دكتور طارق شوقي صرح ليه بشكل رسمي، وكنا احنا هنا في القناة والناس انفردت بيه وقالته. بس الشيء المهم انه فعلا عمل كده واتخذ القرار بإلغاء او ازالة ايام امتحانات المواد الغير مضافة، يعني التربية الدينية والوطنية والإحصاء والاقتصاد. الثلاث مواد دول تم إلغاء الأيام بتاعتهم، أو تم إلغائهم من الجدول خالص. يعني لو هم كانوا مع مادة تانية فهم بس اتشالوا، والمادة التانية بس هي اللي هيكون عليها الامتحان. طيب هل هم تم إلغائهم خالص؟ في الحقيقة لأ. هو أنت هتاخد البوكلت بتاعهم أو هتاخد المادة بتاعة الامتحان بتاعهم دول وتحلوا في البيت، وبعد كده تجيبوا آخر يوم امتحانات تسلمه للوزارة، او تسلمه يعني للمراقب اللي هيقف عليك ان شاء الله. يعني كده الثلاث مواد الغير مضافة، التربية الدينية والتربية الوطنية والاحصاء والاقتصاد، هتمتحنهم في البيت، هتاخدهم من المدرسة وبعد كده تمتحنهم في البيت او تحلهم في البيت، وتيجي في اخر يوم امتحانات تديهم للمراقب او للمدرسة بتاعتك عشان بعد كده تسلمهم، وبكده تكون انت خلصت موضوع الثلاث مواد دول. بالنسبة لباقي الامتحانات وبالنسبة للباقي كله فهتقام عادي، هتقام بشكل طبيعي، هتقام يوم 21 في موعدها، ولكن بإجراءات وتعقيمات خاصة هننشرها كمان شوية إن شاء الله في فيديو المؤتمر الرسمي بتاع دكتور طارق شوقي. ده كان كل حاجة في الفيديو ده، كان أهم التصريحات وأهم قرار بالنسبة لي هو إلغاء المواد الغير مضافة. نشوفكم فيديوهات جاية إن شاء الله. عندك أي استفسار أو سؤال سيبه لنا في الكومنتس، عندك أي اقتراح أو حابب تقول أي حاجة برضه سيبها لنا في الكومنتس. نشوفكم فيديوهات جاية إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.